أنا الكاتب وسيم القزق، باحث ومفكر في مجال علم النفس والتنمية الشخصية. أعتقد أن الطريق الذي أخوض فيه هو طريقة لفهم العالم من حولي ومشاركة هذا الفهم مع الآخرين. إنني أسعى دائما لأكون احترافي متجدد موثوق ومؤثر، وأن أحدث فرقا في حياتي وحياة الآخرين. بداية لأتكلم عن رحلتي مع الكتابة، فقد كانت مغامرة حقيقية. مررت بكل المراحل: التجريب، الأخطاء، الشك، الإنجازات الصغيرة التي تشارك أنك على الطريق الصحيح. ما أتعلمه يوميا هو أن الكتابة ليست فقط عملية ذاتية، بل عملية إكمال بناء لمن كان قبلي يبنيه في هذا المجال. الأمر يتطلب تواضع، صبر، وشجاعة لمواجهة الحقيقة والحياد العلمي. والتجربة الأغلى هي رؤية ردود الفعل العفوية لدى القراء. أول عمل لي كان ما وراء الصدمة بين السيجما والتوكسيك. الفكرة ولدت عندما رأيت ولع شعبي بمصطلح الشخصية السيجما، روايات وفيديوهات وأفلام وشخصيات خيالية، أو عندما بحثت وجدت أنه لا وجود لأساس علمي لها. قمت بتحليلها مع الشخصية التوكسيك أي السامة، والتي بدورها كانت اسم دارج بين جيل الشباب. فقط قمت بالنظر للشخصيتين من بعد مشترك آخر، وهو الصدمة. والرسالة التي أردت إيصالها للقارئ هي أن كل ما يجري في حياتنا يشكلنا بطريقة فريدة، حتى الأحداث الصعبة أو الصدمات قد ترتقي بنا أو تهوي بنا. دار النشر التي أحب وأحترم وأقدر والتي لا أنسى لها فضلا هي دار رقي للنشر الإلكتروني. هم فريق بمثابة عائلة وبمرتبة داعم وصديق وقت الحاجة. لا يبخلون برأيي ولا بنصيحة، ولا يتوانون عن أي دعم، من الغلاف إلى التنسيق الداخلي والتدقيق الإملائي. والأهم أن لديهم رؤية حقيقية في إثراء المكتبة العربية بكتب علمية بالدرجة الأولى. رسالتي للقارئ والجمهور بشكل عام هي: أولا وقبل كل شيء، لا تصدق كل ما تقرأ، ولا تظن أن كل ما تقرأه هو القمة. عالم الكتاب اليوم ليس فقط بحاجة لكاتب ذكي، بل أيضا لقارئ ذكي. ثانيا، نحن نبحث عن القيمة لا عن الكمية في كل شيء، وأكثر قيمة في الحياة هي فهم النفس وفهم الآخر.